السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ نديم. يا أهلا يا أبو عبدو. شرف، تفضل. معلم جايب لك زبون لقطة لبيت أبو عزام. الله يجزيك الخير، وينه؟ المسا بجيب لك إياه، بس أنا هلا جاي لنتفق. نتفق على شو؟ على الكوميسيون. على شو يعني؟ لا يا نديم، أنت بتعرف إنه عمك أبو عبدو رح يكرمك. لا حبيبي، زمن الإكراميات ولا، واللي أوله شرط آخره نور. صحيح حبيبي، مثل ما بيقول المثل، مشارطة بالحقلة ولا مكاتلة بالبيدر. قل لي شو بدك؟ بدي ربع الكوميسيون. ربع الكوميسيون؟ بل يا زلمة، ليش انت شو راح تسوي غير انك تجيب الزلمة على المكتب؟ بل وانت شو راح تسوي غير انك تجيب الزلمة وتوقع معه العقد وتشرب كاسة شاي؟ يا سيدي انا مستعد اقعد معه واكتب العقد واشرب ابريق شاي كمان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلص عمي ابو عبدو، استبينا ولا ما استبينا؟ استبينا حبيبي، روح جيب الزبون وما بيصير الا اللي بدك اياه. تسلم لعينك يا ابو عبدو، الله محييك. ومين قال يحيى؟ اقعد لنتقهوى. لا حبيبي ان شاء الله قهوتك مشروبه، عندي شغل. السلام عليكم. مع السلامة. شو هالقاروط هذا؟ قاروط عزه. يسلم لي يا ام جميل. تقبر قلبي، اسمع لقلك عم بعمل قهوة لأبوك، تشرب قهوة؟ يا ريت. على راسي. ابو جميل، هلا كيفك؟ ان شاء الله بخير. كم مرة قلت لك وسط الايادي ضحك على اللحى؟ لا يا ابو جميل، رضا الله من رضا الوالدين. يا الله يا كريم. عود نشوف، عود. يا الله. هات لشوف، احكي لي كيف احوالك، كيف شغلك، شو عندك مشاكل؟ صار لي يومين ثلاثة ما شفتك معي. الحمد لله كل شيء تمام، واصحاب الشغل كثير راضيين علي. الحمد لله. الحمد لله. شوف لك ابني، اللي بده ينجح بيشتغل هيك طبعا مثل الشيف. اكيد طبعا. ايه الله يرضى عليك. مرحبا بابا. اهلين بابا، اهلين. مرحبا اقعدوا حتى اشوفكم. بابا، انا عندي محاضرة، في شيء؟ لا ما في شيء، بس مشتاق لكم. عندك محاضرات بعد الظهر ها؟ اي بابا. طيب انا طيب. كمان مشتاقت لك كثير، بس معلش تاخرت. ديري بالك بالطريق حبيبي. ايه يلا بخاطركم. انا تارككم بين ايدين امينه. ايه تقبرني هالماما، ما في منها حبيبتي. يسلموا عم ايديك. بيعذبوكي شيء؟ لا بابا، مين عم بيعذب مين يعني؟ كلنا مبسوطين. السلام عليكم. انا عم بدور عليك، وين كنت هلا؟ والله يا بابا كنت بالجامعة. ايه. كيف دراستك؟ الحمد لله بابا تمام، يعني 4 مواد ان شاء الله تخلصهم. 4 مواد؟ لك السنة الماضية كان في عندك 6 مواد، شو قصتك ده؟ ايه بابا مزبوط، بس هاي السنة ان شاء الله رح اتخرج بابا. إيه شد شوي بالدراسة. ماشي، يلا عن اذنكم. شعر عين هون وياه. ايه تأخرت انا كمان. يلا. السلام عليكم، بدك شيء اجيب لك اياه؟ سلامة قلبك، كل شيء موجود. شو ست الحبايب؟ راح بابا؟ ايه تقبر قلبي، راح. بدك شي منه؟ طبعا بدي شي، اكيد ما حدا منكم استرجع يفتح سيرة المصروف. لا والله يا ابو عبدو ما حدا استرجع. مشان نعرف مين فينا منافق. لك حاجة تتبوجق بقى. تعال. تعرف اذا بتجيب سيرة لابوك شو بعمل فيك؟ ادانك هدول التنتين بدي شيلهم. يا الله، انت بدك تشيلي لي ادنية، وجملة افندي بده يخليني غني هندي، لا اطلع ادرس احسن ما تشلفوني قطع نضاف. ايه والله بابا يعني. قومي بلا ما تفلسفي انت الثانية، خدي هالصحنين واجليهم يلا. يا الله كل شيء علي. لك امي انت بس حطي لي هون على المجلة، انا بجليهم. يا الله منك شو كسلانة. شو قصة النسوان طالعين فايتين على البيت؟
اكيد ولدت مرت جنيناتي. وشلون لحتى تعرفوا كل هالنسوان؟ شو بيعرفني؟ بيجوز من شي تليفون من عند الجيران. وبعدين شو الطريقة لنعرف وين متخبي هالبني آدم؟ هذا البني آدم عايف التنكة تبعه، مو بس مو قدران يحكي، مو قدران يفتح تمه. يعني شو اللي بتريده حضرتك؟ نترك ونمشي سعيد أفندي؟ لا مو نتركه ونمشي، كمان مو نلزق فيه ليل مع نهار ونحن عم نراقبه. نهد حيلنا يا أستاذ رائد. أقل من إنه يموت يوسف بيك ما رح يقبل ولا بأي شكل. أيوة، على هالحالة يعني نحط شغلتنا وعملتنا، لأنه لا ورانا عيلة ولا ورانا شغلة تانية إلا هو. شبنا سعيد؟ خفف لي هالنق شوي وروح وقف محل ما كنت، فتح لي عيونك 10/10، وإذا بيصير معك أي شيء بتخبرني، أنا ناطرك بالسيارة. حامل يا زهرة، عم تحكي جد يا زهرة؟ شفتي الله ما أكرمه يا الحمد لله رب العالمين. يا الله ما أكرمك، يا الله الله ما أكرمك يا رب، خير اسمك يا رب. بعرفي يا زهرة، صار لي 7 سنين مستني منك هالكلمة، 7 سنين مستني بس هيك يجيني ولد يقول لي يا بابا خدني مشوار على المراجيح، بابا اشتري لي، بابا. شفتي هالكلمة؟ شفتي هالكلمة قديش حلوة يا زهرة؟ كلمة أنا محروم منها طول عمري، خلقت على الدنيا ما عندي أب، كانت بكره بس اجاني الولد بحبه كثير، بدي احمله هيك، قول له يلا تنام، يلا تنام، تفتح لك طير الحمام، الحمام بتصدق وغالي بدي احبه كثير يا زلمه، بدي احبه هيك قد الدنيا كلها. ليك اذا بكره بس اجى ابننا بدي تشتري له ثياب حلوه كثير، بدي تشتري له ثياب حلوه، وبدي درسه للتاسع، لا مو للتاسع، بدي درسه البكالوريا، لقول لك مو بس البكالوريا، بدي درسه جامعه، جامعه، بدرس مهندس زراعي هيك قد الدنيا يصير، ويعدي الدنيا هيك ورود وخضرة وكل شيء يا زهرة. طول بالك لسه الولد ما اجى وانت رح تخرجه من الجامعة. شو عليك زهرة؟ خليني احلم، حتى العلم استكترتي علي. خلص احمد والله خجلتني. زهرة ما قلتي لي شو بدنا نسميه؟ الإبلاغ، الشهود، الحضور. طبعا يا الله.
اساسا باللحظه اللي بحس فيها انك ما عم تسعد بنتي رح اخنقك بايدي هدول. ليش ما عم ترد؟ انا كل كلمه بتقوليها بصدقها وبآمن فيها من كل قلبي. يعني ممكن ما تسعدها؟ بعرف ابوها الله يرحمه وافق انك تخطبها، هيك تمرير وقت، بس انا موافقه من كل قلبي. شو يعني استاذ وليد؟ لو كنت انا بس الموافقه وقلت لك تعال نتجوز ونهرب، كنت رح توافق ولا رح تنطر موافقه الماما؟ لك يا حبيبتي انا روحي ملك ايديكي، بتقولي لي موت هلا بموت، بس لما ماما بتوافق بتصير غير. كل الدنيا بتوافق معنا وبتضحك لنا ليل نهار. هلا ايمونا من هالاحاديث، حصر الارث لازم يخلص باسبوع او ب10 ايام بالكثير. حصر الارث للاسف ما بيخلص باسبوع يا حماتي. شو هي حماتي؟ هاي الكلمة ما بدي اسمعها من تمك بنوب، فهمان؟ شرف الغليظ. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. اهلين. وليد انت شو عم تسوي هون؟ قاعد مع خطيبتي ووالدتها يا سيد سامح. خطيبتك؟ ايه خطيبته. عندك مانع؟ وامتى صارت الخطبة بالله؟ انحكى بهذا الموضوع وطلب المرحوم يضل الوقت المناسب. يعني كمان هذا الموضوع تم بالسر عني. اهل البنت هن المعنيين بهالموضوع يا سيد سامح. شو اسم الدكتور اللي اعطاك شهادة وفاة المرحوم؟ ليش شو في؟ اسمه موجود بالاوراق الرسمية. رحت سألت عنه لهذا الدكتور، قال مسافر. شو بدك يعني اعمل له؟ امنعه من السفر؟ طيب ليش ما اخذته على المشفى لحتى تعمل له شهادة وفاة رسمية؟ اما غريب امرك يا سيد سامح. مريض اجته ازمة قلبية بالليل، انا رحت جبت له الدكتور، اجا وعمل اللي عليه. شو بدك يعني اعمل اكثر من هيك؟ ومين كان في هون بالفيلا؟ ما كان في حدا. يعني خالتي مرت ابي ما كانت وصلانه؟ شو قصدك يا سيد سامح؟ لا ابدا ما قصدي شيء، بس حاب اعرف ليش فضيت الفيلا بهداك اليوم. ومين قال لك انها كانت فاضيه؟ سميحه كانت موجوده، واحمد راح لانه كان عنده ظرف، كانت مرته عم تولد. بس فهمني، انت على اي اساس عم تحقق معه؟ على اي اساس؟ مو مشكله، تصبحوا على خير. انت ما تحملنا، مين بده يتحملها لك يا صاحبي؟ ضروري جدا الواحد يكون بينه وبين رحمه موده. اي والله. مرحبا يا ابو الخير. اهلين سيدي ابو نادي، تفضل. ماني فاضي النوم. شيء ها؟ لا ما بصير بعدين انت شورك ولا لك يا صاحبي. مرتك يا علي من يتحمل غلط والله، كله مو مقبول. عمي اجت سياده القاضي. على عيونك. وقفوا. السلام عليكم. مرحبا ابو الخير. شو بو ابو نادر؟ انا مو فاضي. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلين سيدي ابو جميل، امرني يا بي شايف برداناتك ظراف، نقينا شي 3 كيلو. على عيوني. شرف بس لجيب لك شفت اول مره وعاوزك موضوع صغير. ضروري؟ والله ضروري. ثواني بس الله يرحم بيك. يا رب تفضل. طمني سياده القاضي، كيف صحتك؟ والله الحمد لله نعمه. الحمد لله. وين تقبرني؟ ما بدك تشرب فنجان القهوة؟ هاي القهوة إلي؟ ايه. يا لطيف شو مكولك يا لطيف. شرفي يا ستي. وهي حق فنجان قهوة 25 شقفة واحدة. 25 ليرة بس؟ ايه والله لو كنت بالقهوة كنت دفعت أكثر من هيك. لك يا أختي طولي بالك علينا، والله الشغل دائر شوي. وين رحاب؟ رحاب عم تدرس. ليك أخي إذا بدك تقبضها شيء قبضني لأقبضها. لا حبيبتي أنا بعطيها لحالي. شو بدك من أخوكي؟ لا ما في شيء، ما في شيء ماما، بس بنتك صايرة طماعة شوي. هلا هي طماعة. الله يرضى عليك، أنا بدي إياك تضب إيدك، الله يرضى عليك وتدير بالك على أخواتك. يا ماما يا حبيبتي هي خرجيتي وانا عم بعطيها اياها، ما فيها شيء ماما. بعدين اذا بدك يعني ركبها على كتافي وامشي فيها بالحاره، لا حركب لك اياها على كتافي وامشي فيها بالحاره. لك تقبر قلبي والله يرضى عليك. الله يخليك يا ماما. بس انا قصدي يعني الدنيا صايره نار. لا تخافي ماما لا تخافي، ان شاء الله هيك الله بيرزقنا ويمشي الحال. ادعوا لي. الله يوفقك يا رب ويرضى عليك ربي. ايه ام بي تعي. اختك رحاب وينها؟ عم تدرس بالغرفه. وانتي شو عندك؟ ما عندي شيء ماما.
كتير منيح. هاتيها لكان واشطفي لي ارض الديار. يلا. على فكره تذكرت عندي دراسه كتير ضروريه. بلا كولك واشطفي قوام. يلا يلا صارت شاطر عدوتي. اخي الكريم، هي زوجتك شريكة حياتك، اسمها شريكة، والاحترام مطلوب بين الشركاء والا بتفرط الشراكة. شو هي قصة تغسل لك رجليك ما تغسل لك رجليك، ما بتغسلهم قوم تضربها؟ لك يا حبيبي هي شريكتك ام اولادك، يعني انت لما بتحترمها بتكون عم تحترم حالك. بس يا جناب القاضي، يعني معقول تتركه هو واولاده وتروح لبيت اهلها مشان شغله ناكته؟ ناكته؟ هلا يضربها ويشتمها ويشتم اهلها، هي شغله ناكته؟ اي والله بتاريخ البشريه ما سمعت بهيك حادثه انا، ولا بالعصر الحجري. يا ابو جميل، ربي يطول عمرك ويخلي لنا اياك، بدنا مساعيك الخير وايديك البيضة معنا. يعني الحاره كلها واهلها ما حدا بيرفضك طلب، حتى بما فيهم اهل المراه، الله يجبر خاطرها. اخي الكريم، انا مع كرامه الانسان، البني ادم اللي بتضيع كرامته بضيع منه كل شيء. زوجته في إلها حق عليه، وانا دائما باذن الله مع صاحب الحق. واذا ترجيناك يا سياده القاضي؟ بشرط انه يروح لعند زوجته يعتذر منها ويعتذر من اهلها، ويضل يعتذر منها لحتى ترضى. بأمرك سيد راسي. شايف شو عم يقول لك سياده القاضي؟ الله يرحم بيك لا سود وجهنا معه. ان شاء الله. بأمرك سيد راسي. على كفالتي يا اخي. على راسي ابو سليم. سيد راسي ابو جميل، هي بردقالات ان شاء الله فيه العافيه. لا تنسى السجرونه لك حساب وافر، ربي يخلي لنا اياك، تاج راسنا، الله يديمك. الله معك سيدي ابو جميل. تفضلوا. الله يحن عليك لا تسود وجهنا. ان شاء الله. سياده القاضي يعني رافع راس الحاره كلها. انت تقول لحالك هيك يعني اسمع الكلام، ما سمعتك يا واحد بكلمه لحاله يعني. كلامك جواهر عم يا ابو خير. الله يرضى عليك. جواهر. ربي يخلي لي اياك يا ابو سالم ويرضى عليك. تعال 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 تعال. لوين لا خليني على خلاص طبعا انت وياه. لك عندي يا ما تسمعوني. لك شو بدكم خلصنا؟ عم نلعب اختي. وانا عم بشتغل. اختي كلها اول مرة تشطفي فيها ارض الديار. هلا اول مرة هي صار لي شغلتي عملتي بالبيت اصلا انا. لك احسن ما هيك صرت لي من خلفك. حاسة تجنعيني؟ روشي روشي. سيك بدكم تلعبوا ما؟ انا بخليكم تعرفوا تلعبوا انت وياه. انت يا كبير انت. انا بفرجيك يا خصعون يا صغير. لا لا ايه لا. شبابا شبابا. شو هاد؟ كمان شاطفين؟ كم مرة قلت لكم لا تشطفوا الظهر عشان ما نجي ونجعجك. بقولي لما 5 دقايق وبخلص شطر. ايه بابا خير. اهلين ابو جميل. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيكي. هلا فوت غير لي ثيابك ودقيقتين بيكون الاكل جاهز. شوفي اذا كان الاكل مو جاهز في عندي شغل، فوت بتسطح نص ساعة باكل وبمشي. لا تقبرني، اذا نمت وفقت بعدين ما بتاكل مزبوط، دقيقتين وبيكون الاكل جاهز. طيب فايت على المكتب يلا. ايه ولك شو عم تساوي ها؟ اهلين بابا اهلين. ليش لك مي؟ بابا انا اقول لك قصه، انا كنت قاعد على البحره مدندل رجلي عم تبللوا ثياب شوي. قلت يا ولد بلت وين بليت بنزل بالبحره. لا انت ما تبطل الشيطاني، هات بوسه شوف. تسلمنا على هيك ضحكه. لك روح بدل ثيابك قوام، ولك خليها بتعطس. حارق حبيبي شاف شو الولد. مشيت على قلة من مهلي ولفيت دورة كاملة حوالي البيت. ضليت أكثر من ساعتين وأنا عم راقب البيت من مسافة 200 متر. بالآخر اكتشفت إنه في 2 عم بيراقبوا بيتك يا أحمد. يا شحاري والله صرت آكل هم مرتي أكثر مني. أخي الحل الوحيد إنه نبعث شي ست من جيرانك القريبين من بيتك ومعها شوية مصاري لمرتك وهي بتتصرف. طيب بركي شافوها. ولك سيدي يشوفوها رح يكتشفوا إنها جارتها. معناها ما قلنا الا جارتنا ام مصطفى. وام مصطفى هي وين بيتها؟
هي مصطفى ببيتها بجنب بيتي تماما. اصبح بنبعث مرتي لام مصطفى ومعها شويه مصاري، وام مصطفى بتتصرف. طيب هذا عين العقل، الله يكتر خيرك الهي. شرف. تفضل، الله يوفقك يا رب. وليد اذا تم شوي. نعم. الله يرضى عليك وليد، بدي كل الأوراق والملفات تبع المرحوم تكون بين ايدي. ليه؟ يعني مشان احسن اعمال المرحوم واعرف كيف بدي اتصرف فيها. ايه تكرم عينك، بعطيك اياهم كلياتهم بس بحضور افراد العائله ومحامي المرحوم. وليش بقى؟ هيك الاصول. اي اصول انت الثاني؟ انا المدير صار لي 10 سنين ولهلا انا المدير، يعني لازم كل شيء يكون عندي انا، فهمت؟ لا يا استاذ سامح، في بعض الامور كان ما يطلع عليها غير المرحوم ابوك وما بده حدا يعرفها غيري انا. شو هالحكي؟ مثلا رح تعرف بحضور الاجتماع افراد الاسره ومحامي المرحوم. خير، شو سر هالاجتماع؟ ما في لا اجتماع ولا شيء، عم نحكي بالشغل عادي. سيد سامح طلب مني سلمه كل الاوراق اللي كانت خاصه بالمرحوم. كل شيء بيضل على وضعه الراهن لحتى يتم حصر الإرث عن طريق المحامي وتتوزع التركة. تتوزع التركة؟ وبهالسرعة يا مدام؟ ايه نعم. بدك تجلطنا نحن كمان؟ ما بكفي اللي عملته بأبوك؟ روح بحالك وتركنا بحالنا.